ترجع إلى مهند المنصوري. مهند تقطع من مهند تمشي لكن تعود إلى شكربة. شكربة لعماد الصويري مع يوسف مينا ما زال يحتفظ الكرة، يلعب كورته إلى أمجد بالعبدي، خطيرة لأمجد بالعبدي، خطيرة هذه الكرة، تسديد الكرة هدف ثاني في غفلة دفاعية. يتمكن الفريق دارس من هالسباك فريق الأخضر، يجيبها أمجد بالعبدي، يجيب الجول الثاني. إذا هي بالفعل ثاني الأهداف لفريق الأنيق، في الدقيقة 37 يتمكن مشاهدينا الكرام فريق دارس الأنيق من هالسباك فريق الأخضر ويجيب الجول الثاني في غفلة دفاعية. هالسباك فريق الأخضر أمجد بن عبدي يتمكن من إحراز ثاني الأهداف. إذا تتغير نتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام عبر ليبيا الرياضية. يجيبها الشاب، يجيبها الصغير، يجيبها أمجد بن عبدي ويجيب الجول الثاني. شوفوا الإعادة كيف استقبل الكرة بالصدر، كيف سدد عانقت شباك الحارس مفتاح الإدريسي. هدف رائع جميل يسجل ويدرس لهذا اللاعب اللي جاب جول ثاني لفريق دارنس. إذا تتغير نتيجة مشاهدينا الكرام عبر ليبيا الرياضية، جول ثاني لفريق دارنس. إذا هدف رائع، هدف جميل من جميع الزوايا، يتمكن من هالسباك الفريق الأخضر. إذا 2-1 حتى الآن مشاهدينا متابعينا الكرام عبر ليبيا الرياضية. تتغير نتيجة كما أشرت، يعني الكرات اللي دائما نوهت عليها، يعني الكرات المرتدة، الهجمات المرتدة السريعة هي سلاح خطير لفريق دارنس، واللي جاب منه الجول الثاني ممكن لفريق الأخضر، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب لتصبح ركنية.